السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اكيد كلنا بيكون عندنا بقى اي طبق كده مكسور في المطبخ. طيب هاتوا بقى الاطباق دي وتعالوا نطلع منها افكار حلوه جدا تفيدنا جدا في حاجات كتيره بعد كده. لو انت بقى كده بتحبي الاعمال اليدويه كده زيي، حطي كده لايك جميل زيك وتعالي بقى نشوف الافكار بتاعت النهارده. هجيب كده المسدس وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي كده ان انا كل الحاجات المكسوره كده في الطبق هبتدي بس ان انا اجمعها، وبعد كده هبتدي ان انا اركبها، وعلى فكره يتركب معانا سهل قوي. مهما كمان برضو كان نوع الطبق، ممكن جدا كمان على فكرة نستخدم أي لاصق تاني، مش لازم خالص برضو نستخدم مثلث الشمع. وكده خلاص وصلنا لهنا، وعلشان أأكد برضو إن الدنيا تكون ماسكة قوي هبتدي إن أنا أحط كده شمع من فوق، وهو ده هيكون الشكل بتاعي. أي بقى كده ستيكر يكون متوفر هبتدي كده إن أنا أثبته بالشكل ده. وشايفين كل بقى التنايات اللي هتظهر عندنا دي مفيش مشكلة خالص، هتديني شكل حلو قوي. وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي بس إن أنا آخد شكل طبعا الطبق اللي معايا. عندنا بقى طبق مدور كده زي ده، او حتى كمان عندنا طبق مستطيل، مفيش مشكله خالص، اللي عندنا نستفاد بيه ونستغله. ببتدي بقى ان انا امشي ايدي كده على الطبق اللي معايا علشان اخد الشكل طبعا بتاع الطبق اللي معانا. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتنا الاستيكر ده والدنيا كلها تمام، وزي ما احنا شايفين ما بياخدش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وكمان بيمسك معانا كويس قوي. طيب كمان الاستيكر ده بيتباع فين؟ بيتباع عند المحلات بتاعه الادوات المنزليه، ورخيص جدا مش غالي ولا اي حاجه. ثبتي كمان كده جزء تاني برضو من ناحية ورا علشان الدنيا كلها تكون حلوة من قدام وكمان برضو من ورا. كان عندي هنا الكوباية دي، وعلى فكرة الكوباية دي برضو مكسورة كده جزء منها من فوق، بعين كل حاجة لأن عارفة كل حاجة ممكن جدا إن أنا أعمل بيها فكرة بعد كده. غلفتها كده برضو بنفس الستيكر اللي معانا برضو من جميع الجهات، حتى كمان القاعدة هبتدي برضو إن أنا أثبت فيها كده جزء تاني، وهو ده بقى هيكون الشكل بتاعي. ما عنديش بقى كوباية مفيش مشكلة، ممكن جدا نستخدم أي برطمان عندنا، الدنيا كلها سهلة وكمان بسيطة قوي. الحواف دي بقى هبتدي ان انا احط عليها كده زي ما احنا شايفين مع بعض اللولي، وكمان هيدينا شكل حلو قوي. وكمان اللولي بيليق جدا على طبعا اللون الذهبي. حابين كمان نستخدم لون فضي من الاستيكر متوفر جدا، وزي ما قلنا بيتباع عند المحلات بتاعة الادوات المنزلية. الكوبايه بتاعتنا بقى او البرطمان بتاعنا هبتدي كده ان انا اثبت برضو جزء كده من اللولي فوق، وكمان برضو جزء تاني كده تحت، وزي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي كمان برضو ان انا احط هنا بقى اي حاجه كده بتلمع، وحبيت ان انا استخدم بقى الاستراس ده هيديني شكل حلو قوي. وهحط برضو كده لولي فوق علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى. وبعد كده هجيب بقى الكوبايه بتاعتي وهجيب بقى المسدس بتاعي وهحط هنا كده حبه شمع كويسين، وبعد كده هثبتها في النص بالشكل ده. جبت كمان بقى طبق تاني، الطبق اللي فوق ده ما كانش مكسور ولا حاجه، وبرده غلفته زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده هبتدي بس ان انا اثبت ورده من فوق وكمان برده ورده من تحت بالطريقه دي. حبيت بقى ان انا اكسر الالوان بس شويه، فهبتدي ان انا احط كده فروع خضراء زي ما احنا شايفين مع بعض، وكمان نفس الفكره تحت. شايفين بقى كل الحاجات اللي بتكون عامله لنا دوشه دي هبتدي بقى ان انا ارصها بالشكل ده. فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي، واكيد طبعا كلنا بنكون محتاجينها. وعايزه اقول لكم بقى ان هي لمت لي حاجات كتيره جدا، وممكن كمان تاخد برضو حاجات اكتر من كده. ودي كانت اول فكرة عندنا النهاردة، حطوا كده لايك جميل زيكم. تعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتاني فكرة عندنا النهاردة. وتاني فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها برضو اي طبق كده يكون عندي، وزي ما احنا شايفين هستخدم برضو اي ازازة تكون متوفرة. شلنا بس كده الجزء اللي بيكون طبعا في الازازة من فوق، وبعد كده هبتدي ان انا استخدم هنا بقى اي فوم يكون عندي، وكمان اي لون مفيش مشكلة خالص. حبيت هنا بقى ان انا استخدم كده الوان ما كنتش محتاجاها خالص، شايفين كده الازرق ده لونه غريب جدا، فحبيت بقى ان انا استغله، لان كل ده هبتدي ان انا اداريه بعد كده. اهم حاجه عندي ان هو يكون بس فوم بيلزق. الفوم انا حاطاه بس مجرد ان هو حمايه علشان اشتغل بقى براحتي خالص في الازازه اللي معانا، وطبعا البلاستيك بتاعها ما يسيحش ولا يجراله اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اجيب الخيط ده، وبيتباع برضو عند المحلات بتاعه ادوات الخياطه، ورخيص مش غالي ولا اي حاجه، وكل حاجه بنستخدمها في الاعمال بتاعتنا بتبقى رخيصه، لان طبعا كل الحاجات دي بتبقى كلها كماليات لحاجات تانية. هبتدي بقى ان انا اثبت الخيوط بتاعتي كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض، بحط الشمع وبعد كده ببتدي ان انا الف كده بايديا لحد ما اخلصها كلها. وهنا علشان تخلص معايا بسرعه بقى اكتر حبيت ان انا اقلبها كده، وحسيت فعلا ان هي بتخلص معانا بسرعه قوي. عملتها بقى كلها وهو ده هيكون شكلها. هجيب دلوقتي بقى اي كده قطعه كرتون، وهبتدي بس ان انا اخد المقاس بتاعي، وبعد كده هغلفها باي قطعه قماش برضو تكون متوفره عندنا، وبعد كده هستخدم برضو نفس الخيوط اللي معايا. همشي برضو عليها كلها، وهبتدي بقى ان انا اداري كل الجزء طبعا بتاع الدايره اللي احنا عملناها مع بعض. طيب فين بقى الطبق في الموضوع؟ الطبق هيظهر دلوقتي. هجيب بقى اي طبق كده بنفس الشكل ده، وكل بس اللي احنا هنعمله فيه هبتدي انا احط كده نقطه شمع كده كويسه في النص، وبعد كده هبتدي بقى ان انا الف كده خيط المكرميه. خيط صوف بقى، خيط مكرميه مفيش مشكله خالص، حتى كمان لو خيط خيش هينفع معانا.
كده خلاص غلفت بقى الطبق بتاعنا كله، وبعد كده هبتدي ان انا استخدم برضو نفس الخيوط اللي احنا استخدمناها في الاول خالص، وهبتدي بقى ان انا اثبتها بالشكل ده. ممكن على فكرة ان انا ما استخدمش خالص الخيط بتاع المكرمية ده، وابتدي ان انا اكمل بالخيط اللي معانا، مفيش مشكلة. بس انا حبيت هنا ان انا افصل شوية او اكسر شوية الخيوط اللي معانا عشان تدينا شكل حلو. جبت هنا بقى الغطا بتاعي وثبته كده من ناحية فوق، وبعد كده هبتدي ان انا احط كده نقطتين حلوين، والنقطتين دول بقى هبتدي ان انا اثبت كده فيهم العيون دي، والعيون دي بتتباع في المكتبة في كل مكان. اي بقى كده لمبة قديمة تكون عندنا، وهبتدي ان انا اجيبها واخد بس كده منها الجزء اللي بيكون فوق، بيكون حلو جدا، وبعد كده هبتدي ان انا اغلفه برضو بخيط المكرمية، وفي النص فوق بقى كده احط واحدة لولي، وبعد كده هبتدي ان انا احط هنا الشمع بتاعنا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبته طبعا في النص. بقول لكم ايه بقى، ما تيجوا نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. هستخدمها بقى كمنظم بالشكل ده، فكرته حلوة جدا، وزي ما احنا شايفين مع بعض اتعمل بمنتهى السهولة، وحطيت كمان كده رجلين لولي كده علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى، وتاخد بقى حاجات كتيرة جدا. حلو قوي لو حطيناها كده في اوضه الاطفال، هتدينا شكل حلو، وكمان برضو هتفيدنا جدا زي ما قلنا ان هو منظم حلو جدا. ودي بقى كانت تاني فكرة عندنا النهاردة. حطوا كده لايك جميل لتاني فكرة، وعايزة اقول لكم ممكن طبعا نغير الالوان زي ما احنا عايزين. تعالوا بقى دلوقتي كده نروح لتالت فكرة عندنا النهاردة، وهستخدم فيها برضو كده طبق مكسور زي ما احنا شايفين مع بعض كده، مكسور حلو قوي يعني. هبتدي بس برضو ان انا كده اجمعه، وطبعا زي ما قلنا بيتجمع سهل جدا، حتى على فكرة لو طبق صيني برضو هيتجمع سهل جدا. هبتدي بس كده ان انا اشيل اي شمع كده زيادة يقابلني، علشان مش محتاجة خالص ان انا اي حاجة تكون مكلكعة عندي. حابين نشتغل بالامير هيكون برضو حلو جدا. وفي طبعا لزق الصاروخ ده حلو جدا جدا وبيمسك معانا كويس قوي، فلو حابين كده نجيبه ونستخدمه بدل الشمع هيكون برضو زي ما قلنا حلو قوي. عايزه اقول لكم ان انا بلزق بيه حتى لو حاجات حديد، بتمسك معايا كويس قوي وما بتفكش خالص. بعد كده هجيب بقى اي ستيكر كده يكون متوفر عندي، وهبتدي بس ان انا اغلف طبعا الطبق اللي معانا. كل بقى الزيادات اللي عندنا دي هبتدي كده ان انا احطها ناحيه ورا، وبعد كده هغلفها بقطعه تانية بالشكل ده. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اجيب اي علبه عندي، او حتى كمان اي برطمان مفيش مشكله خالص، وابتدي برضو ان انا اغلف طبعا العلبه بتاعتي بنفس الستيكر اللي معايا. العلبه اللي عندنا هنا مش مستويه، فهيظهر عندنا كده كسرات او تنايات بسيطه، فمفيش مشكله خالص، بتدينا برضو شكل حلو. وبنقص زيادة شوية، لأن كل الزيادات دي هبتدي كده أدخلها ناحية جوه، وكمان برضو هبتدي أنزلها كده ناحية تحت علشان الشكل عندنا يكون مظبوط. بس أول حاجة أعمل بقى القصايص اللي احنا متعودين عليها، وزي ما قلنا هندخل كل بقى الزيادات دي كده ناحية جوه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا كده، حط لايك جميل زيك، وما تنسيش كمان تذكري الله. وبعد كده بقى بعد ما خلاص عملت الناحيه دي، هبتدي برضو انا اروح الناحيه التانية، وبرضو بنفس الطريقه هبتدي برضو ان انا اعمل كده الاجزاء بتاعتنا او بقى الحاجات بتاعتنا احنا بنعملها دي ومتعودين عليها، وبعد كده ادخلها ناحيه جوه. وما انساش برضو ان انا اغلف الجزء ده علشان الدنيا كلها تكون طبعا مظبوطه. نجيب بقى المقص بتاعنا الجميل ده، وكل الزيادات دي هبتدي بس ان انا امشي عليها كده داير ما يدور بالمقص اللي معايا. طيب بعد ما خلاص بقى ظبطنا الدنيا والدنيا كلها تمام لحد هنا، ده هيكون بقى الشكل عندنا. شايفين بقى الجزء اللي في النص ده، انا حبيت كده ان انا احط فيه اضافه، والاضافه دي ممكن بقى نحط كده اي كلفه عندنا كده، او حتى كمان قطعه جبير زي ما انا عملت، هتدينا شكل حلو قوي، وكمان برضو هتكسر لنا اللون شويه، تحسوا انها فرقت جدا لما احنا طبعا حطيناها. نيجي بقى للطبق بتاعنا، وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي كده ان انا احط الشمع بتاعي، وبعد كده هستخدم نفس الجبير اللي احنا استخدمناه طبعا في الجزء اللي كان قبل كده في العلبه. هنا عندي زيادة بسيطة مش هقصها، هبتدي بس كده ادخلها ناحية ورا علشان تدينا شكل احلى واحلى. وكمان برضو الناحية التانية نفس الفكرة، هبتدي ان انا ادخل الجزء التاني، واكيد طالما حطينا تحت فاكيد برضو هبتدي ان انا اثبت جزء تاني كده من ناحية فوق علشان الشكل عندنا يكون مظبوط. طيب بعد ما خلاص بقى حطينا كده الجبير بتاعنا من تحت وكمان برضو من فوق، نجيب بقى العلبة بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول خالص، وهنحط بقى هنا كده حبة شمع محترمين، وبعد كده هبتدي ان انا اثبت العلبة. على فكرة هتثبت معانا كويس جدا ومش هتفك خالص، فما نقلقش من الموضوع ده. كده كده المسدس بتاعنا بنكون مسخنينه كويس قوي علشان طبعا يطلع معانا الشمع سخن جدا، وكمان برضو يبتدي انه يمسك معانا كويس قوي. عندي هنا بقى رول الكرتون ده، هبتدي بس ان انا اجيبه، وبعد كده هغلفه برضو بنفس الستيكر اللي كان معانا. وهنا بقى طبعا بسيب زيادات كده من الناحيه دي وكمان من الناحيه التانية، علشان كل الزياده دي هبتدي ان انا ادخلها جوه الرول نفسه. وبعد كده نروح برضو الناحيه التانية ونفس الفكره، هبتدي ان انا ادخل كل الزيادات اللي عندنا من ناحيه جوه. ده هيكون بقى الشكل عندنا. طيب بعد ما خلاص بقى حطيت هنا طبعا الستيكر بتاعي وكمان مسك معايا كويس جدا، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيب خيط مكرميه.
نعمل بس كده عقدة بسيطة وزي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي هنا دلوقتي بقى ان انا اجي هنا على طرف الخيط اللي معايا وهبتدي ادخله من ناحية جوه بالشكل ده. وبعد كده برضو هبتدي ان انا اجي هنا، وكل بس اللي احنا هنعمله بقى ان احنا هنثبت الاجزاء دي من ناحية ورا. وهبتدي بقى ان انا اعمل هنا تعليقه بسيطه كده من ناحيه فوق واثبتها كويس جدا، وبعد كده هحط ورد كده في البرطمان بتاعنا او العلبه بتاعتنا احنا ثبتناها في النص. وهنا بقى العقده دي كل بس اللي احنا هنعمله فيها ان احنا هنبتدي بس نفتحها وادخل فيها بقى دلوقتي الرول بتاع المناديل بمنتهى السهوله. حابين بقى ان احنا نخرج الرول او حتى كمان خلص، هبتدي ان انا اخرجه برده بمنتهى السهوله. وزي ما احنا شايفين مع بعض سهل جدا في استخدامها، ونعلقها بقى دلوقتي في اي مكان وهتكون شكلها حلو جدا، وكمان برضو اكيد استعمالها هيكون حلو قوي. ودي كانت افكار النهارده، اتمنى فعلا تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه لو انتم النهارده لسه مره بتشوفوني، وطبعا هستنى رايكم في التعليقات، عايزه اعرف ايه اكتر فعلا فكره عجبتكم اكتر. واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.